السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو محتاره بقى تعملي ايه حاجه حلوه، تعالي بقى وانا اقولك من 70 موز هنعمل الجمال والحلاوه دي. ما شاء الله يا جماعه، طريقه تحفه وهتعتمديها على طول من جمالها. تحفه يا جماعه وطعمها رائع. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه انا معايا 72 موز. بالطريقه دي بدات ان انا اقشرهم بالشكل ده. قشرت الموز بالشكل ده، وجبت بقى الكبة بتاعتي وبدأت أنزل بالموز بتاعي في الكبة. هنزل بقى ببقية المكونات. بيضتين 2. نزلت بأول بيضة وتاني بيضة، ومعايا برضو نص كوباية من السكر، أو كوباية إلا ربع على حسب ما انت يعني ايه بتحب السكر. ومعايا نص كوباية من الزيت نزلت بيها برضو، ورشة من الفانيليا أو كيس من الفانيليا، ونص كوباية من الزبادي. هضرب بقى كل ده مع بعضه بقى يختلط ببعضه لحد ما يبقى كريمي خالص. ممكن تعملي المرحلة دي بالمضرب بتاعك كهربا، او ممكن تعمليه في الخلاط زي ما انت عاوزة بقى. ضربت ضرب حلو كده لحد ما عادش فيه ليه اثر خالص بالشكل ده. بقى معايا بالشكل ده كريمي خالص. بدأت انزل بقى بكوباية ونص من الدقيق منخولين يا جماعة حلو، ومعلقة برضو كبيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح بسيطة. هدوب بقى هتوه الدقيق بقى خالص تماما في الخليط كده لحد ما الدقيق يبقى يختفي خالص، ويبقى ايديا يا جماعة في اتجاه واحد. لازم ألف كده في اتجاه واحد عشان تبقى مظبوطة معايا. هضرب حوالي عن 3 دقايق كده. بقت معايا بالشكل ده، ما عادش فيها اي دقيق خالص. بعد كده بقى هنجيب بقى اي نوع شوكولاتة عندك. شوكولاتة دارك، شوكولاتة اي نوع شوكولاتة حطيها بالشكل ده وقلبيها كده في الكيك او في الخليط. بعد كده بكون مجهزة الصينية بتاعتي ومغلفاها بورق زبدة، وهنزل بقى كده وهزها كده هزة كده حلوة عشان اطلع منها الهواء. اخبطها خبطتين كده. بعد كده بقى بزينها بشوية شوكولاتة برضو على الوش كده بالشكل ده. ممكن شوكولاتة بيضة او اي نوع شوكولاتة عندك زيني بها الوش. وبكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 180. بدخلها بقى الفرن، بتقعد حوالي عن 45 دقيقة. بالشكل ده بتطلع بطريقة جميلة يا جماعة، تحفة وطعمها رائع. حاجة كده هتعجبك وهتعتمدها على طول.